يحكيوا على تاجر متزوج، راجل مبسوط وعنده برشا رزق وخير خمير، اما ربي مش عاطيه على قد قلبه. مرته جات مش ناس ملاح، مش بنت اصل، ما قعدت له الا على هاك الرزيق هذاك، وماذا بها يموتوا تورثوا. وربي مرزقهمش اولاد، ولات خايفه لنهار اللي يمد رجله تخرج هي يد على راسها. قالت له اسمع يا ولدي، احنا ما جبناش ولاد، توا نهار اللي تموت لبعد اهلك وماليك يقلقوني على الرزيق ويخرجوني منه نملز. اكتب لي رزقك قبل ما تموت. لا حشمت لا ندات، لا قالت حتى بعد عمر طويل، ولا لا ينكبني فيك، ولا لا نحكي على عين مطراه، ولا يجلدك بجلودك، ولا بخيالك خير من كل شيء. أي بدات به كل يوم تجبد له فيها الهدرة هذية وهو يمني فيها، حتى قالت أنا إيش مش نخسر، تيهات نكتبه لها ونتهنى ونربح راحتي. مشى جاب العدول وكتب لها كل ما عنده باسمها، الدار والهنشير والحانوت الفلانية والمخزن الفلاني والسنة الفلانية. اتهنات. عند لول روح باش يفطر، يلقى الباب مسكر. دق، قال شكون؟ قال له حل. قالت له شنحل؟ قال له حل الباب. باب؟ باب دارك هذا؟ اي برا برا مشي على نفسك. عجايب. قالت له ما تكسب معايا حتى شيء. يا بنتي على الشيطان. قالت له كان تكسب معايا حاجة مدك واخذك، وعلى كل حال ما تقلقنيش ياسر، ها هو كان حاكم بيناتنا. قال هيا نمشيو له. ارمات سفساريها على راسها وخرجت معاه. مشاو للمحكمة. بدات تبكي وتصيح وتندب في وجهها، يا سيدي انا غريبة وما عندي والي ومراه ولية، افصلني من هالظالم هذايا، راهو هامل وراهو يغيب عليا بالليلتين والثلاثة، ويدخل يضرب ويخرج يضرب وقاتلني بالشر، وتوا هاو جاي يقول لي اكتب لي رزقك. ما نكتبلوش يا سيدي، شريعة نبيع ماك، طلقني منه. كيفاش؟ قالوا يا ولدي تعمل هالاعمال تاع مع مرتك. قال له يا سيدي تكذب علي، ما محتاجه بحتى شيء، ماكله شاربه لابسه في الخير تخلط، والرزق رزقي جبته انا بذراعي. قالوا له كان مرتك متهنيه معاك هي تطلب الطلاق، وهالرزق هذايا تهاو الكل مكتوب باسمها، كيفاش تكون متاعك؟ يا ولدي الشرع يحكم بالظاهر، انت الظالم، اي طلقها ولا الحبس. ما بيدو ما يعمل مسيكن، سمع لها في الطلقة وخرج. جاء تحت الحيط وحط يده على خده وقعد يخمم على حيلات نساء وعلى هباله اللي ماشي يعطي الامان للمرأة. هو هكايا ومتعدي راجل كبير كان صاحب بوه في السابق. يا ولدي قال له تشبيك يدك على خدك وانت تخمم؟ قال له يا بابا ايجا نحكي لك على غريبتي، راهي مرتي عملت فيها وعملت والحاكم حكم عليا باش نطلقها ونسلم في كل شيء، وما نجمش نلوم عليه ولا نقول جا معاها ولا كلا عليا الفلوس، على خاطر رزق الكل اعمالي ربي بصيرتي وكتبته لها باسمها، والشرع على كل حال يحكم بالظاهر، ما عندي ما نقول. يا بابا دبر عليا كيفاش نعمل باش نفهم الحاكم ويعرف اللي انا مظلوم. خمم الشايب، خمم ومنها قال له يا ولدي هذه نزلت نساء وما ينجموها الا نساء، امشي لمرت الحاكم اللي يحكم لك في النازله وهي اللي تخلصك. طيب امشى، دق الباب، خرجت له الخديمه،
قال لها بربي سلم لي على لله وبوس لي بيدها وقل لها تعمل معروف تقف لي وراء الباب، نحب نحكي لها بقصتي وكيفاش دارت بيا الدواير، راني مظلوم وباطل يذوق منه البقر. خرجت له للسقيفة، وقفت وراء الباب وقالت له لا بأس عليك يا ولدي. شد الساعة بالبكاء عمل تروح، ومنها حكى لها بقصته. بعد ما كمل حكايته قالت له برا جيب لي 4 دلاعات وامشي لسوق الحوت اشري لي 4 حوتات وجيبهم لي. امشى اشراهم جابهم. قالت للخادم طلعوا اللي عليه، وقالت له اقعد ثم وتسلط اش مش يجرى. وجبدت قعورت هاك الدلاعات هذوك، كل دلاع حط فيها حوته. عند لول جاء الشيخ، قالت له يا سيدي يندرى شكون جاب هذه؟ شنو هذه؟ قالت له ها هدية. قال 4 دلاعات. قال قصنا منهم وحيدة للفطور. هات سكينة يا طفلة. هي شقت الدلاعة وتلقى في وسطها حوتة. عمت نفسها تعجبت، صاحت وطاحت تخدم والعينين تغربت، ومشى وجه الدنيا جا وجه الآخرة. داروا بيها، واحد جاب مفتاح ذكر، واحد يبخ فيها بالماء، والشيخ يقرأ في آيات الكرسي. أي قامت وقالت يا حي من حياني يقتل من قتلني. قال لها يا بنتي هذاك لازم الدلاع زرعوها على شط البحر، خرج الحوت بعض العظم نتاعو في النوار، كبرت شي حوته في وسط هاك الدلاع هذاك. اي خلي هذيك، اجبد برجلنا دلاعه اخرى. جبدت الثانيه قصتها، خرجت منها حوتك في الاولى، الثالثه كيف الرابعه بالامثل. قال ما تعرفش كيفاش الليله طيب لنا العشاء كسكسي بالحوت، وهاوك عندك الصفرجل بعثوه لنا من تستور. اي اعمل لنا عشاء باهي من يديك الملاح. هو خرج وهي طيبة كسكسي بالحوت، حطته على جهة، وزاد طيبة كروانة برغل. جاء في الليل اي هات العشاء، كروانة على الميدة فوقها مكب، هزوا يلقاه برغل. شو هذا؟ قالت شنو؟ ما هو كسكسي بالحوت. قال له هذا كسكسي بالحوت؟ هذا هو برغل. قالت له هذاك برغل؟ هو كسكسي بالحوت يا اخي شبيك؟ اهبلت يا راجل؟ قال له عجايب، اهبل زاده. انا مش هذا القباحه هذه نجمها، هو مش عيط لبوك يفصلني منك. لا الله مستانس تقول لي الكلمه هذه. هو خرج وهازت كروانة البرغل، خباتها وحط في بقعتها شقالة كسكسي. هي هكايا ورجلها راجع هو نسيبه. تمكن الشايب ببنته يعارك فيها ويسب، ما تحشمش لبعد يا صفتك من نعتك، احنا يخرج علينا هذا، احنا مستنزين، احنا ناس كبار. قالت له يا بابا، وراس بابا مظلومه، الراجل ما نعرفش بيه الليله، بربي هذا شنو؟ وعرات له. قال لك كسكسي بالحوت. قالت له يا بابا هذاك قال لك برغل. قال له عيب عليك الشيخ. قالوا والله توا كان برغل. اي قال له يزي على كل حال ها هو كسكسي بالحوت تو ولا. صلي على النبي واذكرك مولاك واقعد تعش على نفسك ولعن الشيطان. اي صباح الخير. هو خرج في جرته باش يسكر الباب، وهي هزتك الشقالة هذيك خباتها وركزت في بقعتها كروانة البرغل. رجع خلاص البرغل رجع تو، مش كانت شقالة كسكسي. قالت مال هذاك شنو؟ يا امراه قال لها مش تهبلني، يا امراه مش تخرجني من عقلي. بدا يعيط ويصيح. طلعتها معها راس بحر، عندها ولد ترضع فيه،
جبدت مخده وقالت انا اش بيني وبينك هالطرف اللحم هذايا، هاو ورمات هاك المخده هذيك في البيت. هاي هاو ارتحناش. المسكين يتخيل ولده ترماه في البيت، قالوه وزادوه وخرج يجري، امشى جاب لها ابوها واخوتها، دخلوا يلقاوها قاعده على البنك وحتى ولدها في حجرها ترضع فيه، وش قالت الكسكسي بالحوت على الميدة. دخل هو لول شاف الولد في حجرها قال شو هذا؟ داخلوا هما في جرته قالوا انت مش قلت رمات الولد في البيرة؟ قامت هي زهقت بالبكاء وقالت له يا بابا يزيني، يا بابا ماني بنيتك وكبيتك، هزني ما تخينيش بحذا الراجل هذا يروه بل مش يقتلني، اذا كان تخليه الليله راه يقتلني. وشوفوا ها هو كان كسي وباقي يقول لي هو برغل، قال لي وقت اللي وقت اللي سكرت وراك الباب رجعت لقيته برغل. هو قال هذا يهبل المسكين على مراد الله، خساره خزنه من العلم مشات وتمكنوا به، رماوا عليه اشتقيه باهيه وحدوه ربطوه في الحيط وهو يصيح، وقالوا لها غدوه نجي ونشوفوه. هما خرجوا وهي جابت حطت الميدة قدامه ومشات البيت اخرى سكرت على نفسها وقالت لخديمتها قول للراجل اللي في العلي يهبط يتعشى. اهبط الراجل غسل يديه وسمى بسم الله وقعد يتعشى ويضرب في الحوت ويمشمش في الرويصات وعامل كيف، والاخر يخضر. بعد ما كمل العشاء قالت له يا بارا توا في الامان، والنهار اللي تسمع به رجع للمحكمه ارجع له في نزلتك. وجات لك المغبون مسلسل ومطبوق في الحيط وكواته بكراع العيد ما بين العينين. من غدوة الصباح جاوا ابوها واخوتها يطلوا عليه، قال لهم انتوما اخرجتوا وهي هبطت لي راجل من بيت العلي وتعشى من هاك الكسكسي بالحوت وانا نخضر. قالوا مسكين تو ولا راجل هبط من العلي زاد، ابصر غدوك شنيا الطلعه جديده اللي مش يطلع بيتنا بها. هبل مسيكن، والهبال قاعد كل نهار يتقوى عليه، يا خسارة العلم متاعه. وخرجوا وخلوه مسلسل يجبد عليها شهر كالمعدل، حتى خمم قال هذوما موش مصدقيني، هات نعمل نفسي كنت مهبول بالحق وبريت. من غدوك على الصباح نسيبو جاء نهارك مبروك شنيا احوالك؟ قال له نهارك سعيد، بربي علاش حاطيني فيها الحديد؟ قالوا ماك مريض؟ قالوا لا بأس والحمد لله ما عندي شيء. قال مو على خاطر نزلت الكسكسي بالحوت والبرغل والراجل اللي هبط من بيت العلي. قالوا ما فعلميش فهم شيء. قالوا مش مرتك رمات ولد في البيرة؟ قالوا علاش مرتي ترمي الولد في البيرة؟ هي مهبولة تقتل ولدها، مرتي عاقلة يرحم الولد من ربه. قالوا هاي الحمد لله ياو برا، وحلوا له الحديد خرج مشى الحمام. من غدوك اصبح في المحكمة. في الحين سمع الراجل مشى وقف قدامه، يا سيدي شريعة نبيع معاك، مرتي غارت عليا وتعدات على رزقي وشنو. قال جابوها كيفاش يا ابني؟ قالت له يا سيدي الرزق رزقي وهاك الراجل هذاك يكذب عليا. قال كتفوها قل الحق. قال تكذب عليا؟ أي قل الحق قال خير لك. قال تكذب عليا؟ أضرب. قال هبطوها العصا كلات ما كلات قبل نهار العيد، وحتى قرت بالحقيقة، والراجل رجع له رزقه الكل وقعدت هي مطلقة.